كل يوم تصحى تفتح موبايلك تلاقي الناس بتنجح، بتسافر، بتبدأ مشاريع، وتسأل نفسك: يا جدعان، هو أنا فاشل؟ هو أنا متأخر؟ قبل ما تلوم نفسك اسمعني شوية. الإحساس ده مش عندك لوحدك، ده واقع بيعيشه جيل كامل. تعال نعرف أسبابه وإزاي نواجهه. خلينا نبدأ على طول بأول سبب. السبب الأول المقارنة بالآخرين. لما تشوف أصحابك سافروا أو اشتغلوا أو اتجوزوا، أو تشوف ناس على السوشيال ميديا ناجحين أو سبقوك في حاجة معينة، في اللحظة دي تحس إنك متأخر وإنك بعيد، حتى لو فعليا أنت ماشي في طريقك بشكل طبيعي. السبب الثاني توقعات المجتمع أو الأهل. ممكن تحس إنك لازم تكون حققت حاجات معينة في سن معين، سواء شغل، دراسة، أو حتى علاقة، ولما ده ما يحصلش يبدأ الإحساس بالتأخر والخوف والشك. السبب الثالث عدم وجود هدف واضح. لما تبقى مش عارف انت رايح فين او بتعمل ايه، طبيعي جدا تحس انك تايه، واقف مكانك، مفيش تقدم، حتى لو فعليا انت بتتحرك. السبب الرابع سرعة الزمن. الوقت بيجري والناس بتجري وانت مش لاحقهم. الضغط الداخلي ده ممكن يخليك تحس انك متأخر مع انك لسه في اول الطريق. بس تعالى نحط كل الاسباب دي في كفة ونحط السوشيال ميديا في كفة تانية لوحدها، لأن السوشيال ميديا هي السبب الأول في الإحساس ده. ليه؟ لأنك ببساطة بتشوف الجزء المضيء بس من حياة الناس، بتشوف النتيجة مش الرحلة، بتشوف النجاح مش التعب ولا الفشل ولا المحاولات. غير كده السوشيال ميديا بتسرق وقتك وانت قاعد تتفرج على إنجازات غيرك وتخرج منها حاسس إنك وراك كتير، مع إنك لسه بادئ ولسه قدامك الفرص. طيب عرفنا الأسباب، نيجي بقى للحلول. واحد: قلل المقارنة. طيب ازاي؟ اقفل السوشيال ميديا. اقفل السوشيال ميديا شوية وركز في حياتك، ركز في اللي بتعمله، بص لنفسك مش لغيرك. اتنين: راجع انجازاتك الشخصية. اللي لازم تعرفه انك عندك انجازات حتى لو بسيطة، حتى لو محدش شايفها، اكتبها، ارجع ليها، شوفها بعين تاني، هتكتشف انك مش واقف ومش متأخر زي ما انت كنت فاكر. تلاتة: حدد اهداف واضحة. لما تبقى عارف انت عايز ايه وتبدأ تاخد خطوة صغيرة ناحية هدفك، احساس التأخر هيقل وهيتحول مع الوقت لطاقة. وعايز اقول لك حاجة مهمة: انت مش مطالب دلوقتي انك تبقى مليونير، ولا انك تمتلك شقة في المكان الفلاني، ولا العربية اللي كل الناس بتحلم بيها، ولا حتى شركتك الخاصة. لكن المشكلة ان اللي حوالينا من سوشيال ميديا واهل ومجتمع بيحسسونا انك لو ما عملتش كل ده من سن 15 ل 25 فانت متأخر، وده غلط كبير جدا. اللي مطلوب منك دلوقتي انك تجرب، تغلط، تتعلم، تكتشف نفسك، وتاخد وقتك انت وتبنيها. انت مش فاشل، مفيش حد فاشل طول ما هو بيحاول. انت في بداية الطريق ولسه بتتشكل، فكمل يا غالي. ولو وصلت النقطة دي في الفيديو يبقى أكيد الموضوع لمسك. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتسيب لنا تعليق براك أو موضوع حابب نتكلم فيه، وشارك الفيديو مع اللي فاكر نفسه متأخر وقول له أنت مش متأخر، أنت لسه بتبدأ. والأهم متنساش تصلي على النبي. أشوفكم فيديو جديد وحديث جديد من حديث تهمك. السلام عليكم.